النداهة في عز البرد. في شتاء سنة 2004 في قرية صغيرة على أطراف محافظة الفيوم حصلت حادثة لسه أهل البلد بيحكوها لحد النهاردة. الشاب سيد كان راجع من وردية الليل في مصنع الطوب، والطريق المؤدي لبيته بيعدي جنب ترعة كبيرة. الساعة كانت قرب 2:30 الفجر، والجو ضباب والبرد بيقطع. وهو ماشي سمع صوت ناعم بينادي باسمه: تعالى يا سيد، أنا مستنياك. وقف مكانه، قلبه بدأ يدق بسرعة. الصوت كان جاي من ناحية الترعة. لو انت لسه مكمل معايا لحد هنا يبقى لازم تدوس متابعة ولايك، لأن الجاي مرعب أكتر. لكن المكان فاضي تماما. حاول يكمل طريقه، لكن الصوت اتكرر أقرب المرة دي، وكأنه جاي من جوه الضباب نفسه. الغريب إن الصوت كان صوت واحدة هو يعرفها كويس، جارتهم زينب اللي ماتت غرقانة في نفس الترعة من سنة. سيد وهو مش واعي لقى نفسه بيقرب ناحية المية. رجله الأولى لمست الحافة المبلولة، وفجأة حس بإيد باردة جدا تمسك كحله بقوة وتحاول تشده لجوه. صرخ بأعلى صوته، وده اللي صحى الفلاحين القريبين. لما جريوا عليه وشدوه بعيد، رجله كانت متلجة وفيها آثار أصابع زرقاء غامقة زي الكدمات. المدهش إن العلامات فضلت على رجله أكتر من أسبوع، وكل ما حد يشوفها يقسم إنها شكل إيد ست. سيد عاش بعدها، لكنه أقسم إنه ما عداش من الطريق ده بعد المغرب، وقال إنه متأكد إن اللي ناداه كانت النداهة اللي بتاخد الناس وقت البرد والليل، خاصة في الطرق القريبة من المية. ولو حصل معاك موقف زي ده أو أغرب ابعتهولي، يمكن تكون قصتك هي اللي هحكيها في الفيديو الجاي.